ازاي تعرف ان تليفونك اتهكر، ولو حصل فعلا تعمل ايه فورا. وكمان هعرفك ازاي تقفل الباب ده خالص وما تخليش حد يقرب لك تاني. اول حاجه، ايه هي علامات الاختراق او ايه هي علامات ان تليفونك اتهكر؟ لو لقيت 3 من العلامات اللي انا هقولها لك دي كلها موجوده عندك في تليفونك، يبقى انت فعلا في مشكله حقيقيه. اول علامه ان البطاريه بتخلص بسرعه رهيبه حتى وانت مش شغال على التليفون. يعني انت شاحن البطاريه وليكن 90% وقفلت التليفون، سبته نص ساعه، رجعت لقيت التليفون سخن وبدل ما هو 90% بقى 80% او اقل، يبقى انت فعلا كده في حاجه عندك في تليفونك. تاني علامه ان باقه الانترنت تخلص بسرعه رهيبه. يعني مثلا تكون شاحن الباقه النهارده ومعاك فرضا 2 جيجا، تاني يوم او تالت يوم تشغل البيانات ما لقيتش نت، تستغرب النت ده راح فين وانت ما عملتش اي حاجه. تالت علامه، اعلانات بتظهر لوحدها وانت ما عملتش اي حاجه على التليفون. قافل التليفون وقافل النت وقافل كل حاجه، فجاه تلاقي اعلان ظهر لوحده. رابع علامه وهو ان انت تلاقي برامج على التليفون انت ما نزلتهاش اصلا ومش عارف هي جت منين. خامس علامه وهي وجود مكالمات او رسائل اتبعتت وانت ما تعرفش اتبعتت ازاي او مين اللي بعتها. واخطر علامه اللي هي الاشعار اللي بيجي على التليفون ان في حد بيخش على حساباتك من جهاز غريب وانت ماسك تليفونك وحسابك على تليفونك، بس بيجي لك اشعار ان في حد بيخش حسابك من مكان تاني. كل العلامات ديت لو طلع لك منهم 3 فانت فعلا في مشكله حقيقيه، ودي مش صدفه، دي علامات واشارات تبين لك ان في حد مراقب تليفونك وقاعد جوه تليفونك. الحل ايه بقى لو انت اتاكد او حتى شاكك ان تليفونك في حد قاعد جواه او متهكر او مخترق؟ اول حاجه اقفل النت فورا، سواء واي فاي سواء بيانات. تاني حاجه خش في الاعدادات، اداره التطبيقات، اي برنامج انت شاكك فيه او شاكك ان انت ما نزلتهوش تمسحه فورا. واهم حاجه ان انت تغير كل باسوردات اي ابلكيشن عندك، وخصوصا الابلكيشن اللي فيه حسابات بنوك او حسابات فوريه في المعاملات لازم تغيرها فورا. ولو انت قلقان او مش مطمن او حاسس ان برضو تليفونك مش متظبط، اعمل الحل ده 100% هيحل لك مشكله الايه الاختراق او الهاكر، وهو ان انت تعمل ضبط مصنع للتليفون. بس للاسف ضبط المصنع ده هيمسح كل حاجه على التليفون، فانت قبل ما تعمل الاجراء ده امن نفسك ان انت تاخد كل صورك كل ملفاتك كل فيديوهاتك كل حساباتك كوبي. بعد ما تعمل ضبط مصنع التليفون ابقى رجعها تاني. اهم نقطه بقى انت ازاي تحمي نفسك من موضوع الهاكر او الاختراق، لان الوقايه خير من العلاج. اول حاجه ان انت ما تنزلش تطبيقات او اي ابس من خارج المتجر الرسمي. تاني حاجه ان انت ما تضغطش على اي لينكات بتجيلك على الواتس او الماسنجر او من برامج من حد ما تعرفوش. واي تطبيق بيطلب منك صلاحيات زياده اسال نفسك ليه، هو ليه اللي صمم التطبيق عايز كل الصلاحيات دي رغم انت مش محتاجه غير في حاجه معينه؟ في الحاله دي شك في التطبيق ده قوي، والاحسن والاصح شيله. واهم حاجه الرسائل اللي فيها عروض او فلوس بنسبه 90% ده هاكر ونصاب وبيخترق التليفون. اي حد يبعت لك ويقول لك مبروك كسبت، اضغط على اللينك ده عشان تستلم الفلوس، اعرف ان هو 100% ده نصاب وهاك وعايز يخش جوه تليفونك عشان يستفزك بعد كده ويستنفذ فلوسك. اي حد يبعت لك ان انت على اخر فرصه لاستلام الحواله اعرف ان هو نصاب وعايزك تدوس على اللينك عشان خاطر يخش جوه تليفونك ويعرف ايه اللي بيحصل جواه. واهم حاجه ان انت تقفل اي صلاحيات مش محتاجها في البرامج. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الوقايه خير من العلاج، حط برنامج انتي فيروس زي الافاست او نود 32 موجود على الاب ستور او موجود على متجر بلاي، نزله على تليفونك وامن نفسك من النصب والاختراق. وطبعا تغير كل باسورداتك لكل حساباتك وخليها كلمات سر تكون قويه، وبلاش ارقام متتاليه او مسلسله، ما تبقاش ارقام ورا بعضها. ويا سلام بقى لو انت ضفت حروف كبيره على حروف صغيره على هاشتاج على على اي حاجه تضيفها مع الحروف والارقام. وتاكد فعلا لو انت مش مرتاح لحاجه هي فعلا مش مريحه. ولو الفيديو ده افادك ابعته لاي حد ممكن يكون تليفونه متراقب وهو مش عارف، واكتب لي في الكومنت حصل معاك موقف زي ده كده قبل كده، واستنى مني فيديوهات تقيلة هتخليك تبقى فاهم تليفونك صح. في الآخر لو الفيديو عجبك متنساش تعمل لك لايك جميل واعمل فولو للقناة واعمل شير بيفرق معايا كتير. سلام.